ووضع الملك أحشويروش جزية على الأرض وجزائر البحر وكل عمل سلطانه وجبروته وإذاعة عظمة مردخاي الذي عظمه الملك، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك مادي وفارس. لأن مردخاي اليهودي كان ثاني الملك أحشويروش، وعظيما بين اليهود، ومقبولا عند كثرة إخوته، طالبا الخير لشعبه، ومتكلم بالسلام لكل نفس. هنا واحد تاني من اليهود تقلد أعظم مناصب في التاريخ، زي دانيال وزي يوسف. مردخاي كل الناس بتنساه، يعني في 3 مشهورين في تاريخ العهد القديم خدوا أعلى مناصب في العالم: يوسف الرجل الثاني على مصر، دانيال الرجل الثاني على بابل، مردخاي الرجل الثاني على فارس. مع ان دول مش بلادهم، لا يوسف مصري ولا دانيال بابلي ولا مردخاي فارس، لكن شوف ربنا لما يرفع انسان تبعه ويمجده يعني يوصله لحاجة حلوة قوي. وقال مردخاي ان هذا كله انما كان من قبل الله. اهو مردخاي بيحمي نفسه بقى من ايه؟ من هامان ومن الذات ومن الكبرياء. هذا كان كله من قبل الله. وقد ذكرت حلما رأيته يشير إلى ذلك فلم يسقط منه شيء. مردخاي بعد ما وصل قال أيوة أنا افتكرت الحلم اللي أنا حلمته زمان اتطبق بحرف. ينبوع صغير ازداد فصار نهرا، ثم انقلب فصار نورا وشمسا وفاض بمياه كثيرة، فهذا هو أستير التي اتخذها الملك زوجة وشاء أن تكون ملكة. والتنينان أنا وهامان، والأمم المجتمعون هم الذين طلبوا أن يمحى اسم اليهود، وشعبي هو إسرائيل الذي صرخ إلى الرب فأنقذ الرب شعبه وخلصنا من جميع الشرور، وصنع آيات عظيمة ومعجزات في الأمم. وأمر أن يكون سهمان، أحدهما لشعب الله والآخر لجميع الأمم. اليهود وصلوا على عز مردخاي بقى إلى أنهم ليهم تقريبا سهم قد كل الشعوب. يعني من ساعتها بدأ تسمية يهود وأمم، لأن العالم وقتها بقى يتعامل أن اليهود دول فئة خاصة جدا ومميزة جدا بنو الله غير بقية الأمم، فأصبح سهم لشعب الله وسهم لبقية الشعوب. فبرز السهمان أمام الله في اليوم المسمى من ذلك الزمان لجميع الأمم، وذكر الرب شعبه ورحم ميراثه. لذلك يحفظ هذان اليومان من شهر أذار، اليوم 14 و15 من هذا الشهر، بكل غيرة وفرح، فيجتمع الشعب جماعة واحدة في كل أجيال شعب إسرائيل فيما بعد، مجدا للثالوث الأقدس.